عندنا طبق مغربي أصيل اللي كنستعملوه بزاف النفايسات. وعلاش ما نستعملوش دايما؟ أنا كنخدمو بزاف لأنه تينفعني. عندي واحد المكونات اللي هما بسيطة. الحليب ديال الكوك كنصاوبو بوحدي في الدار. عندي 3 البيضات، كاين حب رشاد والحبة السوداء اللي هو الصانوج. أنا ضفت فيه الصانوج لأنني كنبغيه يزيدني واحد في المناعة ويزيدني داك المقويات اللي كاينين في الصانوج. عندنا زلافة ديال الحليب ديال الكوك، كنضيف ليها شوية ديال حب الرشاد مع الملح البحري باش كنخدم. ثم تنضيف الحبة السوداء، خليه تغلى. تنبغي فيه البيض بواحد الطريقة اللي ما تنبغيش يبان البيض فيه مفرقط بحال الحليب خاسر، تنبغيها تبقى قادة. من بعد ما غلا الصانوج مع الحبة السوداء، تنضيف البيض 3 البيضات وهو غليان. ما نحركش دابا، لان الا حركتي تيولي خاسر بحال الحليب اللي كيكون خسر. كنخليه شويه يشد فراسو باش كيتعزل داك الصفر على البيض. هكا تنبغيه، كل واحد كيف يبغي الحاجه. تنفضلو بهاد الطريقه، نخليه شويه عاد غادي نحركو يبان ليا شد فراسو، نزيدو في النار عاد نحركو. هاد الفتره هادي كيكون شد فراسو، منين نمس يبان ليا باقي، ها هو البيض بدا يتكون صفر باقي طلوق، غادي يشد نحركو ديك الساعه. هذه هي طريقتي فيه اللي تنفضلها. الحليب الكوك ممكن نستعملوه في هذا الشيء، ممكن نستعملوه في حلويات، ممكن نديرو به عصير. بزاف المسائل كندير به حسوه باللوز بطبيعه الحال. هنا هو شتو، ها هو البيض بدا كيتجمع. هنا باقي نخلوه شوي، في نفس الوقت كنحرك غير بشويه باش داك الصفر ما يطلقش حتى يشد البيض في راسو. دابا غادي نبدا نطلق الصفر، حلها المح حليه شوي، نقص العافيه. داكشي اللي بغينا راه طرا. ها هو بهاد الطريقه كنفضلو. هذا هو وجد الان بهاد الطريقه. شفتوا كيبقى الصفر بوحدو والبيض بوحدو. هنا الحساء ديالنا وجد الحليب ديال الكوك بالبيض وحب الرشاد والحبه السوداء. نتمنى انكم تكونوا تشربوه، لانه صراحه شحال ديال الناس عزيز عليهم ولكن ما كيستعملوهش بزاف النساء، وهو مرمم للعظام، فيه منافع كثيره، فمهم ومهم بزاف، ومعتمداه في الحميه ديالي.